السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بقى كنت تحت عند حماتي وقالت لي ايه، ما تقومي يا بنتي اسرق تعملي صينيه كيكه. قلت لها ماشي. طب عندك لبن؟ قالت لا. طب عندك ايه يا حاجه؟ راحت قايله عندي كوبايه زبادي. قلت لها، قالت بصراحه عندي اتنين. قلت لها خلاص نعمل صينيتين كيكه حلوين جدا 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 وهيعجبوكوا. جبنا ايه بقى؟ جبنا بيضتين، بقى حطيناهم في الخلاط معاهم كوبايتين سكر. ممكن انتوا تخلوا كوباية ونص سكر بس. ورحنا حاطينهم في الخلاط البيضتين عليهم كوبايتين سكر، وسيبناهم يتضربوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما بقى ايه السكر داب كده واللون الخليط بقى داخل على ايه، اصفر خفيف كده. وكوباية الزبادي اهيت بقى، رحت ايه بقى، حطها على الخليط ده. وبمقدارها لبن، بمقدارها ميه ومقدارها زيت. ما عندناش لبن، ما فيش لبن النهارده. مقدارها زيت ومقدارها ميه، نفس الكوبايه دي تمام زي ما انتم شايفين. حتى الميه انا ايه حطاها اهي. ومعاهم باكو فانيليا. تمام. هنضربهم كويس بقى برضو زي ما انتم شايفين كده على الاخر. ونقوم جايبين البوله بتاعتنا كده ونقوم ضايفين الخليط ده فيها، ونحط على الخليط ده 3 كوبايات دقيق. طبعا هننخلهم ومعاهم ايه، كيس بودر. زي ما انتم شايفين كده التلات كوبايات دي الكوباية التانية. بنخلط اسمه ده، اللهم صل على النبي. بننخلهم. وجبنا بقى ايه، 3 معالق كاكاو عليهم 3 معالق مية، ونبتدي ايه ندوبهم كده في المية. كنت انا ابتديت ايه ادوب الخليط دوت بعد ما نخلت الدقيق عليه بالراحة عشان الهواء ما يخرجش. تمام. وده ايه كان الكاكاو معايا اتعمل كده خليط. هنقوم بقى ايه نقوم نقسم الخليط ده على يعني نصين متساويين. زي ما انتم شايفين كده قسمتهم. هقوم ضايفة على خليط، على جزء منهم معجون الكاكاو اللي انا عملته ده 3 معالق كاكاو ب3 معالق مية، ونخلطهم كويس. وهنجيب ايه الصينية الوسط معانا اللي تكون عالية عشان الخليط ده هيعلى جامد، حتى هتشوفوها انتوا. نحط ايه كوباية زي ما انتوا شايفين كده، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها براحتكم. مش هتفرق اي حاجة، حتى ممكن تغيروا الشكل خالص. حتى هو اصلا الشكل اصلا باظ مني وطلع ايه تلت كاكاو وتلت من غير كاكاو، وتلتين من غير كاكاو. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله رفع جدا. كنا احنا عملنا الصينيه التانية بس ما صورناهوش. زي ما بقول لكم طلع معايا تلت بكاكاو وتلتين من غير كاكاو. هو العجينه عايزه كده، مش عارفه ايه اللي حصل. بس هشه جدا وقطنيه خالص، قطنيه جدا بجد. لو جربتوها على الطريقه دي هتعجبكم جدا. وطعمها لذيذ كده وهشه من جوه، خفيفه. تمام. ما تنسوش تجربوها على طريقتي وتعملوا لي لايك وشير للفيديو. وبألف هنا وشفا يا رب. مع السلامة. كنت معاكم إسراء خالد.